السلام عليكم. ده الفيديو التعريفي لكورس Node.js from scratch. الفيديو التعريفي لأي كورس هدفه إنه يديلك شوية معلومات تعرف بيها الكورس ده مناسب ليك ولا لا. منصة كلاود نيتيف بيس كامب اتعملت عشان تأهلك إنك تعمل سوفت وير للكلاود، وعلشان توصل لمرحلة إنك بتكتب كلاود نيتيف ابلكيشنز بالنود جي اس. دي ممكن ناخد فيها 3 أو 4 كورسات مخصوصين للنود جي اس. اول كورس فيهم هو اللي انا جاي اكلمك عليه النهارده، ده اللي هو Node.js from scratch، وده Introduction to Node.js. دي المقدمه. الكورس ده موجه لحد ما كتبش كود في حياته قبل كده، وهياخدك لمرحله انك تكون بتعرف تستخدم الوظائف الاساسيه للNode.js، المرحله اللي احنا بنقول عليها المبتدئين او البيجنرز. طبعا احنا في الكورس هنعرف ايه هي Node.js بالظبط، بس Node.js مبدئيا هي مش لغه برمجه، هي معتمده على لغه برمجه اخرى وهي الجافا سكريبت. فبالتالي احنا اغلب اللي احنا هنتعلمه هيبقى جافا سكريبت، لكن من وجهه نظر الNode.js، وده بيختلف عن لو بتعلم جافا سكريبت من وجهه نظر البراوزر. فانت هتخرج من الكورس ده فاهم البيزك ستيتمنتس بتاعه الجافا سكريبت، فاهم البيلدينج بلوكس بتاعه اللغه عموما، الستيتمنتس الخاصه بالكنترول اوف فلو الخاص بالكود، الداتا تايبس المختلفه وازاي اتعامل معاها، ازاي اتعامل مع النصوص، ازاي اتعامل مع الارقام، ازاي اعمل عمليات عليهم، ازاي استخدمهم، ازاي اكتب فايلز، ازاي اقرا فايلز، وما الى ذلك من العمليات الاساسيه. طيب، متطلبات الكورس اللي المفروض تبقى عارفه قبل ما تبدا الكورس ده. الكورس ده موجه لحد ما كتبش كود في حياته قبل كده، ومش مبالغه لو قلت انه ينفع الاطفال من اول 10 سنين. لغه الكورس مش موجهه للاطفال طبعا، لكن من تعاملاتي مع السن ده فالكورس هيبقى مناسب ليهم، مفيش مشاكل. محتاج اهم حاجه تكون بتعرف تتعامل مع الكمبيوتر، دي اهم حاجه مطلوبه. الحاجات التانية ما هي الا محو اميه، محو اميه في القراءه والكتابه بالانجليزي، محو اميه في الرياضيات البسيطه، الحساب بتاع ثالثه او رابعه ابتدائي، مش اكتر من كده. الكورس ده معمول عشان يبقى نقطة بداية للناس اللي عايزة تتعلم بروجرامينج، ما تعلموش أي حاجة قبل كده في المجال ده وعايزين يبدأوا، فدي البداية بتاعتهم. طيب، ملحوظة مهمة، عشان البرمجة فيها مفاهيم كتير جدا، واللي بيحاول يشرح لغة برمجة بيبقى واقع في حيرة البيضة الأول ولا الفرخة الأول. أنا أشرح المفاهيم الأول ولا أشرح اللغة الأول وبعدين نتكلم في المفاهيم؟ طيب، من خبرتي أنا الشخصية الأفضل إن احنا نتكلم في اللغة نفسها الأول، وبعدين لما يبقى عندنا تعود على السنتكس بتاع اللغة وقادرين نستخدمها نبدأ نتكلم في الكونسبتس دي. حتى المفاهيم البرمجية دي هي مستويات، في مستوى هتعرفه في الكورس ده بس بعد ما تعود ايدك شوية على الكود، وفي مستويات لازم تتأجل لمراحل تانية. اي تول او اي لغة برمجة بنستخدمها في السوفت وير، سواء بنكتب سوفت وير او بنشغله او بنعمل اي حاجة تانية في السوفت وير، غالبا مبنية على مفاهيم كتير، والمفاهيم دي انت ممكن تقضي عمرك كله وما توصلش لاخرها. القرار اللي احنا خدناه اثناء تصميم الكورسات هو ان اثناء ما بنعود نفسنا على التول او اللغة، فهتبدأ تاخد مفهوم ورا التاني بالراحة، واحدة واحدة على قدر الحاجة. بس كده، وبالتوفيق للجميع.